ارتفع عدد مستعملي الترامواي في اتجاه شاطئ عين دياب إلى أزيد من 12 ألف يوميا، وهو رقم قياسي منذ انطلاقة هذا الخط. وسيلة نقل مكنت العديد من الأسر خاصة ذات الدخل المحدود من الاستمتاع بجمالية وروعة هذا الشاطئ الخلاب خلال العطلة الصيفية، وكذا زوار العاصمة الاقتصادية. مهاجر مغربي مقيم بلجيكا، جيت ندوز العطله الصيفيه ديالي، واليوم حتى ما بغيتش ناخذ السياره، بغيت نستعمل الترامواي نشوف المزايا ديالو وعجبني. ما تتحرك راسك لا مع ستوبات لا مع حاجه، هو مريح مزيان. جينا من تشارو. قبل ما يكون الترامواي كيفاش كنتو كنا مكرفسين، ما كناش كنجيو كاع. ملي ولا الترامواي ولينا كنجيو مرتاحين حنا والوليدات والعائله. ربح الوقت، ارتفاع عدد الرحلات، الأمن، كلها حوافز مشجعة لاستعمال هذه الوسيلة صوب الشاطئ، والتي تنطلق من الساعة 5 صباحا وإلى غاية منتصف الليل. كاين بعض العائلات الله يحسن العوان المسائل الماديه شويه، كيلاحظ بان غيجيو الابناء ديالو عبر القاطره ب6 دراهم، كيجي من التشارق العين دياب ب6 دراهم، كتجي شويه مليحه ان كينزل كيهبط يفتح الاستجمام ديالو، ابري كيطلع ياخذ المحطه ديالو كيسافر. 31 كيلومترا هي المسافة الفاصلة بين محطة البداية بحي التشارق ومحطة النهاية بشاطئ عين دياب، وبعد يوم من الاستجمام بهذا الشاطئ تنطلق رحلة العودة، وينطلق معها اكتشاف العاصمة الاقتصادية وما تحمله من إرث حضاري وعمراني، وما حملته وسيلة النقل هذه من تغيرات على طول مساره، ليحق عليه القول أنه الخالة التي زينت خد مدينة الدار البيضاء.